هاي الوصفة بيتفقوا عليها كل الأنظمة الصحية لأنه هي خفيفة وصحية وبدون عجين وبدون طحين وبدون ولا شي ومكوناتها بالفعل موجودة بكل بيت. أول شي المكون الأساسي فيها هو البطاطا. بدنا حبة كبيرة من البطاطا وحبة متوسطة، بنبشرهم على الجهة الخشنة وبنعصرهم كتير منيح. البطاطا بتطلع مي كتير، نحن ما بدنا اياها، رح نعصرها حتى نتخلص من المي تماما. وبعدها رح نضيف ملح. عملت هذا الفيديو بناء على طلبكم. بالوصفات الماضية طلبتوا مني كتير اني اشرح الوصفة لو استخدمت صوت غير صوتي، وهلأ خبروني من وين عم تتابعوني. وإذا عم بتتابعوني لأول مرة لا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك. وإذا حبيتوا تشوفوا وصفات متنوعة كتير فهي موجودة بقناتي، وصفات صحية ووصفات من نظام الطيبات، ووصفات بسيطة سريعة متنوعة بتلاقوا فيها جميع الوصفات. هلأ ضفنا جبنة مبشورة، أي جبنة مطبوخة عندكم، جبنة إشقوان، فلامنك، غوتا، جبنة شيدر إذا حبيتوا المتوفر عندكم. بنحط لها ملح وبنقلبهم مع بعض لأنه الجبنة هي رح تساعد البطاطا لحتى تتماسك. وبمقلاية حامية على النار بنضيف شوية زيت زيتون، وضفت ربع معلقة صغيرة من الزبدة الحيواني. رح دوبهم حتى يسخنوا. الدهون ما لازم تكون كتيرة، نمسح المقلاية بس فيها شوي، فأنا حسيتها كثيرة رح نقص الكمية. ورح ضيف هلأ الخليط. لازم نوزعها بطريقة متساوية حتى تستوي كلها مع بعض وتكون قطعة واحدة. رح ضل اضغط عليها ووزع شوي شوي. يفضل مقلاة غير لاصقة. بهاي الطريقة هي ما بتاخد وقت على فكرة، تقريبا أخذت معي 10 دقايق بهي الجهة. الجهة الثانية 5 دقايق تقريبا. هي سريعة جدا، ما رح بالغ وقلكن دقيقتين، لا تقريبا 10 دقايق ب5 دقايق. هلأ أنا ضغطت عليها حتى تكون قطعة واحدة والنار تحتها وسط. هلأ تقريبا بعد 4 دقايق بلشت تستوي تتماسك. أنا رح غطيها واتركها على نار من المتوسطة للهادية. أنا رح ضيف فطر، انتو شو بتحبوا ممكن تضيفوا عليها. طبعا الاختيارات هي كتير كتيرة، بس أنا حبيت يكون الطبق بسيط وسريع، وهي الصراحة أول مرة أنا بجربها. حبيت شارك الوصفة معكم لأنه صدقا وقت جربتها وشفتها كتير كتير طيبة، ومتأكدة إن شاء الله رح تحبوها ورح تجربوها. وممكن نعملها أفكار للانش بوكس، نعمل قطع صغيرة، أو مثل ما رح تشوفوا بنهاية الفيديو في فكرتين رح أقدمهم فيها. وإذا كنتم موظفين ممكن تعملوها وتاخدوها معكم على الغداء، فهي كمان فكرة مناسبة. وهلأ رح نقلبها للجهة الثانية. بسم الله. نقلبها بهدوء لأن الجهة الثانية لسه طرية. بهذا التوقيت نحن نضيف الصلصة، أو إذا حبيتوا بدون صلصة. أنا ما ضفت صلصة، بس فيكم تضيفوا صلصة، فيكم تضيفوا لحمة، فيكم تضيفوا جبنة، أي شيء أنتوا بتحبوه بتقدروا تضيفوه. أنا حبيت أحط شرائح جبنة وأحط عليها الفطر، يعني كانت بسيطة جدا. ممكن نضيف زيتون، ممكن نضيف يعني في إضافات لذيذة. وضفت أكيد الأوريجانو. طعمتها بيتزا بالضبط، ما بتفرق عنها شي، مع أني أنا ما حطيت صلصة بس عطت نفس الطعمة. رح أغطيها لحد تذوب الجبنة. شوفوا بسم الله ما شاء الله، كانت قطعة واحدة متماسكة، ريحتها بتاخد العقل. وبتتقدم بطريقتين. أول طريقة رح نقدمها مثل البيتزا
بسم الله ما شاء الله. كتبوا لي رأيكم بالتعليقات بأول طريقة رح تحبوها ولا الطريقة الثانية. بسم الله ما شاء الله. الطعمة كتير طيبة لا توصف. الطريقة الثانية ممكن لفها مثل الساندويش. وهلا خبروني بالتعليقات مين رح يجرب الوصفة.